نهائي كأس إفريقيا 2025. بلد المضيف، بلد المهازل، على طول الخط يتكلموا على التنظيم، ويتكلموا على أرضية الميدان، ويتكلموا باش يتهربوا من التحكيم، ويتهربوا من التعيينات، ويتهربوا من عدة أشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة كل متتبعي على قناة مازافوت. وصول الفريق ولا المنتخب المخزني إلى النهائي ما جاش صدفة، جاء بعد كولسة كبيرة، وصلوا حتى الاغتيالات، جاء بعد يعني بلان شيطاني من عامل المخزن. كل الأزلام تاعو، قاع الناس اللي مضايرة به من أجل الوصول إلى الهدف لهذا البلد، وهو تتويج بكأس أفريقيا، لأنه كأس أفريقيا حياة أو موت بالنسبة لهذا البلد، نظرا لكل ما يعانيه الشعب. منظم هذه المنافسة في ذلك البلد. لماذا نتكلم هذا؟ لأنه لما يقيسوا بلدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لازم الناس تكون ردة فعل. أنا ما كان حتى واحد يتشكني باش نهضر، لأنه هذه جاية من أعماق القلب، جاية داخلة الله غالب. نحبوا بلادنا ونغيروا على بلادنا، ما نحبوا حتى واحد يقيسها. لكن باش نبقى صامت وساكت بلا ما نقول الأشياء اللي شفتها أنايا، ماشي اللي حكاوها لي، اللي شفتها، ما نبقاش ساكت، لأنه هذه بلادي وهذا مصير بلد. لازم عليا نرد، لازم عليا نتكلم، مبقاش شايد العصا من الوسط. حنا جامي شادين العصا من الوسط. مباراة النهائية منتخب السنغال مع البلد المنظم، آخر خطوة بالنسبة لهذا البلد، آخر فرصة. ولو أنه قلتها قبل بداية المنافسة أن الأمور حسمت قبل بدايتها لعدة معطيات وعدة أسباب، منها اللجنة التحكيم والكاف المختطفة. نعم، نقول أنه نهائي المخزن راح يستعمل بعض الأسماء من الحكام اللي داروا لهم المباريات، سواء كانوا في الفار ولا كانوا في مباريات مباشرة مع المنتخبات الأخرى، من أجل إقصاء هذه المنتخبات، خاصة المنتخب الجزائري. لما عين الحاكم عيساسي، شفنا المزالة اللي دارها، وشفنا الجريمة اللي دارها في حق الجزائر وفي حق الجزائريين، بمهمة. نعم، أكيد أنه البلد المستضيف راح يعين حكم اللي راح يمشي له، لأنه هي آخر خطوة بالنسبة له، آخر فرصة لهذا البلد. ولو أني جد متشائم بردة فعل المنتخب السنغالي، لأنه المنتخب البلد المنظم كان بشتى الطرق يحاول أنه ما يتلاقاش مع مصر ولا مع الجزائر. هذه المعطيات. لكن لما تشوف أنه التعيينات تاع الحكام وإزاحة عدد من الحكام اللي نقول أنه أدوا مباريات نقول جد مقبولة، مثل مصطفى غربال الطاقم التحكيمي تاعو، بن براهيم وكل الطاقم تاعو، أن يكونوا غير معنيين بهذه المباريات، سواء المباراة النصف النهائية ولا حتى النهائية. علاش؟ لأنه هاد الحكام ماش راح يمشوا لهم. أكيد أن هناك أسماء مثل جاك ندالا من الكونغو. هذا الحاكم هذا جاك ندالا ابن عم رئيس لجنة التحكيم تاع الكاف، سفاري كابيني. هذا سفاري كابيني صديق حميم إلى عامل المخزن. راكم تعرفوه، بلا ما نقول اسمه باش ما نعطيلوش أكثر من اللي يستحق، لأن هذا كان يبقى إلا دمية في يدين المخزن. وعدة أسماء كذلك مرشحة لإدارة هذا النهائي، مثل ليرا اللي نعرفوه، حاكم ليرا الغاني، اللي
يقدر يدير كل شيء. عيسى سينيغالي كيف اتشو بيير اتشو كذلك. كل هذه الاسماء هذه مرشحه لاداره النهائي، سواء كحكام ساحه ولا حتى في غرفه المظلمه، غرفه الفار. احنا دائما نخوضوا مع بعض الناس، كل واحد يعطي رايه على كل حال، وكل واحد يقول امور اللي يشوفها، لكن عند غياب المثقف الحقيقي يحل محله ناطق باسم الجهل، ما ينفعش تغيب. وهذا دليل على اختلال في منظومة القيم والمعايير، عندما يصبح الصمت أفضل من الانحدار بالرد وترفعا على الجدال العميق. علاش نقول هكذا؟ لأنه في بعض الأحيان الناس تعمل تبريرات ولا تعمل تحليلات ماهيش في محلها. يقول لك فلان وفلان، ولماذا فلان ما تدخلش، ولماذا فلان. الأمور أعمق من تدخل رئيس هيئة، أعمق من ذلك، لأنه الناس عندها مصالح كبيرة في هذاك البلد، لأنه هذاك البلد لو ما يفوز بكأس أفريقيا راح تكون حياة أو موت بالنسبة لهذا البلد، لأنه هذا البلد معروف بالغش والرشوة والأمور الغير رياضية اللي يستعملها من أجل الألقاب، ومن أجل تعيينات الحكام، ومن أجل استضافة كل يعني النسخات، سواء لكأس أفريقيا ولا كأس الشان ولا مباريات أخرى. نقول مهمته ليس اللعب من أجل الفوز، ولا مهمته اللعب من أجل إزاحة الجزائر من طريق تاعو، لأنه داركين أنه الجزائر عنده فريق قوي، عنده فريق في المستوى، عنده لاعبين في المستوى. هو خوفهم كان من الجزائر ومن مصر من الوصول إلى المربع الذهبي. هذا هو الهدف الرئيسي لهذا البلد. أنا نقول هارد لك للمنتخب السنغالي، راح تكون عنده مباراة صعبة من كل الجوانب، راح يلعب ضد الحكام، راح يلعب ضد غرفة الفار، ضد الجمهور، ضد كل شيء في هذا البلد. لهذا نقول أنه المأمورية راح تكون صعبة جدا بالنسبة للسنغال. ونقول أنه قبل بدايتها، قلت أنا في تصريحات أن الأمور حسمت قبل بدايتها لهذا البلد المنظم لعدة أسباب، ليعرف العام والخاص توصل حتى